نظام الطيبات وضياء الطيبين والطيبات. وده عالم مصري أصيل، ده عالم وبروفيسور مصري أصيل صحى البشرية في كل البلاد. رجع عقول كانت رايحة على الهلاك، وأضاء النور لعنينا ووصل لقلوبنا بكل اللغات. كان شبهنا ومننا، كان بسيط رغم علمه الكبير اللي هز بيه مؤسسات كانت بتأذينا بفرخة وبيضة قال بتقوينا. هيروين بيقتل فينا، بكام كبسولة أقنعونا مبيد بالسم بيه وهمونا. وقالوا إنه مات صحى عليه الكلاب. نسيوا إنه عالج كتير حالات وأصبح ليهم أب وأخ وصديق ورفيق حتى الممات. فإزاي تقولوا إنه مات؟ ازاي تقولوا انه مات وفي كل قلوبنا موجود؟ ده دخل كل البيوت وساب بصمة طيبة اسمها نظام الطيبات. واول وصية في نظامه وصانا بالصيام، صوموا تصحوا، ودي كانت وصية خير الكرام. فازاي تقولوا انه مات؟ صورته هتفضل عنوان لكل المجالات والمجلات، وقضيته أمانة في رقبتنا لأنها بكل بساطة قضيتنا، ولو كانت سبب في نهاية حكايتنا. قالها بكل بساطة إنها فيها سلامتنا وصحتنا، ووعدنا بصحتنا، ووعدنا بسلامتنا، ووعد الحر دين، والحر وفى بوعده وأضاء النور لعنينا قبل الفراق. وحتى بعد غيابه عنا لسه ساكن فينا وقصاد عينينا. حتى شوفوا سيرته على كل المنصات، جيش الصحة اسمه الطيبات. لقبوه بالحر والكاشف لكل مختار، هز بكلامه وعلمه العالم بأسره، ولا هزه أي كرات جبان. كان عزيز النفس ملوش في عوج اللسان، كان في كلامه أمان، أدى الأمانة بلا مقابل ولا مال. نشر العلم وحب لينا الصحة والعيشة بأمان. حربوه اللي نشروا السم فينا ووهمونا بإنه دواء، وهو مش بس أضاء النور لعنينا، ده قتل المرض جوانا. وأول مرض كان فينا وهم العقول بالكذب والضلال. نظام الطيبات حدوتة بروفيسور مصري اسمه الدكتور ضياء، جاء كطوق نجاة. حتى اسألوا عنه الغرب والأمريكان، اتواجد بصدق كلامه وعلمه في كل مكان. اتكلم بالحق بعلو الصوت، وصوته هز كل شبر في جميع البلاد. وصوت الحق عمره ما مات. حاولوا يشوهوا صورته، جملوها في عينينا، ولو حبوا ولما حبوا يمحوه طلع منه مليار نسخة فينا. وهيفضل الضياء والنور لعنينا. وواجب علينا نقول لك شكرا. ولو ما انتاش سمعنا اكيد بتحس بينا. شكرا على اهتمامك بصحتنا، شكرا على امانك وصدق كلامك، شكرا على معاناتك وشقائك، شكرا لنشر علمك بدون مقابل، شكرا على كل حاجة عملتها لينا. شكرا يا شهم يا أصيل، وألف رحمة ونور عليك. بالرغم من إنك لسه حي فينا، وهتفضل مثال للشرف والصدق والأمانة. ضياء العوضي ونظام الطيبات.